صباح الخير. تعالوا مع بعض اقول لكم تكات واسرار لطاجن البسله باللحمه الدايبه. هتطلع معاكم زي بتاعه المطاعم واجمل كمان 100 مره. الوصفه دي سهله جدا جدا، اي حد مبتدئ هيقدر يعملها وبكل بساطه. لو لسه ما اشتركتوش في القناه ما تنسوش تشتركوا عشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا نبدا الوصفه بتاعتنا. في البدايه هنا معايا نص كيلو من اللحمه البقري او الضاني. هحط عليها 3 أو 4 مجات كبار من المية، هغطيها بالمية أو يعني قبل ما اغطيها بحاجة بسيطة لو هي متجمدة وخارجة من الفريزر. طيب هحط ملح. الملح بيتحط عادي يا جماعة في أول اللحمة وما بيخليهاش تتأخر في السوا ولا أي حاجة. اللحمة دي استوت معايا وكانت دايبة في ساعة بالظبط. هحط ملح وفلفل وبصلاية وطماطماية، بس ما بحبش احط اي حاجة تانية عشان يا جماعة تطلعوا شوربة طعمها حلو. للي عايز يشرب شوربة بلاش تحمروا اللحمة في زيت او سمنة في الاول، عشان التحميرة بتنزل الزفارة من اللحمة، فالشوربة بتاعتها هتبقى طعمها سيء جدا وزفر جدا. تمام كده الشوربة هتبقى طعمها حلو جدا وهتستمتعوا بشربها. طبعا ده للناس اللي ليهم مزاج في الشوربة وبيحبوا الشوربة مخصوص يشربوها من اللحمة. شلت كوباية شوربة على جنب. انا شلت تقريبا كوبايه ونص، النص هستخدمه في البسله والباقي للي عايز يشرب شوربه. بدات انزل على اللحمه ببصلايه مفرومه مع معلقه سمنه كبيره، سمنه بلدي، وقلبتهم كويس. ومعلقه سمنه يعني كبيره مش هرميه، معلقه سمنه كبيره ممسوحه كده بسيطه. تمام. بدات اقلب البصلايه لغايه ما لونها يبدا يدبل معايا. الحركة دي بتخلي طعم اللحمة حلو قوي يا جماعة، يعني طعمها متحمر كده، دي بتعوضكم عن التحميرة اللي انتوا محمرتوهاش في الاول. بتصفر معايا البصلة خالص. بعد كده ابدأ اقلبها مع اللحمة. شايفين البهاريز اللي تحت دي يا جماعة؟ لو باينة عندكم في الفيديو بتخلي الريحة والطعم تحفة. بدأت انزل بفص ثوم على اللحمة برضو واقلبه تقليبة بعيد عن اللحمة، وبعدين اقلب فيهم اللحمة. هنا بدأت انزل بمعلقتين كبار او 3 معالق كبار من الصلصة. ما نكترش صلصة، يعني هي المعلقة كده كده بتبقى ممسوحة، فهنزل معلقتين او 3 معالق. هقلبهم في اللحمة كويس، والصلصة لما بتتقلب الاول قبل ما ينزل عليها الطماطم بتدي ريحة حلوة ولون كمان حلو. بدأت انزل بعصير الطماطم لغاية ما غطيت اللحمة، وعلى طول قبل ما الطماطم تغلي هبدأ انزل بالبسلة والجزر، ولو انا عايزة اقطع بطاطس هقطع، مفيش عندي مشكلة خالص. ويا جماعة البهارات ملح وفلفل فقط فقط. اللحمة حطيت عليها ملح وفلفل، البسلة والجزر هحط عليهم ملح وفلفل عشان انا بحب طعم الحاجة تبان. يا جماعة انا في الاول حطيت في الشوربة 1 حبهان بس، عشان انا ما بحبش طعم الحبهان يبقى كتير، فحطيت 1 عشان بس الطعم الشوربة شوية. هنا كانت بدأت البسلة تغلي كويس واللحمة اخدت غلوة كمان. انا كنت في الاول سلقة اللحمة نص سلقة. هنا بقى برضو يعني نص سلقة كمان، اللي هو برضو مش هتبقى على اخر السوا. كده انا سويتها بحوالي 80 او 85%. هبدأ بقى ادخلها في الطاجن واغطيه وادخله الفرن واسيبه براحته خالص على درجة حرارة 170 180. هنا بقى طلع يا جماعة وعايزاكوا تشموا الريحة.
بسيط خالص وسهل خالص، واي حد مبتدئ يقدر يعمله. هنا بقى لو انتوا عايزين تدلعوا نفسكم تعملوا طبق كده عسول وجميل، هتجيبوا اي حاجة مدورة صغيرة وهتحطوها في نص الطبق بتاعكم، وهتبدأوا تعملوا الرز، تحطوا الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الرز مفلفل وبالشعرية وحلو قوي، وريحته كانت حلوة قوي قوي قوي. يعني هبدأ اظبط الطروف بالمعلقة كده عشان شكل الطبق يبقى لذيذ وانا باكل. طاجن بسلة، انا كل ما كنت اكل لقمة كنت بتبسط في كل مرة، يعني كل مرة اتبسط من اللقمة اللي انا باكلها. بجد طاجن تحفة تحفة. بصوا بصوا دوبان اللحمة اصلا عامل ازاي، بصوا اللحمة بتعمل معايا ازاي، في ثانية بتتقطع معايا. انا لما حطيت الملح، انا حطيت الملح معاها وهي بتتسلق، اللحمة ولا شدت معايا ولا اتأخرت في السوى ولا اي حاجة خالص. وبس، هنا وصلنا لنهاية وصفتنا. اشوفكم على خير المرة الجاية، باي باي.